فعمر رضي الله عنه هو الخليفة الراشد الموفق الملهم، ثاني الخلفاء الراشدين، وأحد الذين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيهما بعد أبي بكر، فهما من خاصة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب مشورته، وأفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، إجماع الأمة. يقول إن ابنته حفصة رضي الله عنها تأيمت، يعني فقدت زوجها، توفي زوجها، فأهمه أمرها، ما يصلح تبقى المرأة من غير زوج، لأنها أصيبت مصيبة كبيرة تحتاج إلى من يجبر مصيبتها ويقوم بشؤونها ويسترها ويعينها على طاعة ربها ويدرع عنها الفتنة، لأنها ضعيفة كما قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. يعني انكحوا، زوج كل من لا زوجة له، ممن لم يتزوج أصلا أو ممن فقد زوجه من رجل أو امرأة، حتى قال: والصالحين من عبادكم، يعني مواليكم وعبيدكم، زوجهم، لأنه بالزواج يكمل الدين، وبالزواج تحصن الفروج، وبالزواج يكثر النسل، وبالزواج يتقوى الزوجان على طاعة الله جل وعلا ويتعاونان على أعباء الحياة، وبالزواج يكثر المؤمنون الذين يباهي بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الأمم، وبالزواج يكثر أهل الجنة من هذه الأمة. وقد وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه الأمة يوم القيامة ثلثي أهل الجنة، جعل الله وإياكم منهم. ففي الزواج مقاصد عظيمة وحكم جليلة ونعم كبيرة، فلذلك ليست العزوبة من الإسلام في شيء، والعزاب من غير عذر من غير عجز ومانع هم شرار الأحياء وأراذل الأموات، إلا من أمر يدعو إلى ذلك، من كون الإنسان لا رغبة له في النساء، أو لا يستطيع الصداق، أو ينشغل بأمر عظيم لعامة الأمة من حفظ الدين أو ولاية أو غير ذلك، لا يصلح أن يجمع معه غيره، هذا يكون عذر لبعض الناس. أما إن الناس يفتخرون بالعزوبة، يفتخرون بالسلامة من الارتباط الزوجي، هذا غلط وجهل وحماقة وضلال من غير مسوغ. امرأة فرعون قيض الله لها رجلا صالحا في بيتها، وهكذا الرجل الصالح عنده بنات ما عنده ذكور، قيض الله له رجلا صالحا يساعده على بيته وعلى أهله وعلى حرمته وعرضه. فهذه انظروا كيف من نعم الله عز وجل. ودليل هذا نفس الشيء دليل على الزواج. موسى ما قال أنا غريب، كيف أتزوج وأنا غريب، أحمل عبء على عبئي وأنا خايف وأنا كذا وأنا كذا، تزوج. وفي نفس الوقت تربى، في نفس الوقت ترسم المال، وفي نفس الوقت أبعد عن الطلب، وفي نفس الوقت تهيأ للنبوة، وفي نفس الوقت كذا وكذا، من نعم الله عز وجل. انظروا لطف الله جل وعلا. انظروا إن المرأة ما تبقى وحدها، يعني امرأة عمران ما تكفي في تربية ولدها على هذا، فلذلك عوضها الله أن يتربى ولدها تارة على يد الملك وتارة على يد الرجل الصالح، لتتم التربية من الوجوه المعتبرة. نفس الشيء امرأة فرعون ضعيفة ودينة وكذا وكذا، وعند رجل ظالم تحتاج إلى واحد يقف إلى جنبها عند الشدائد. نفس الشيء دليل المرأة لا بد لها من الرجل، دليل هذا.
أنه ينبغي أن من له نساء، بنات، أخوات، عمات، خالات، حتى إذا كانت شابة وكذا وكذا وتحت، فيزوجها، ما يصبر، يعينها على ذلك، على دينه وعلى دنياها وعلى كذا وكذا، ويحصل عز وخير.